السلام عليكم، إن شاء الله الكل يكون بخير. أهلا وسهلا بكم في قناة الرياضيات مع كريم أسهل. أغلبية أبنائنا الطلاب وحتى الكبار عم يعانوا من قراءة الأعداد اللي تكون من أكثر من 3 أو 4 خانات أو 5 خانات. اليوم جبت لكم طريقة إن شاء الله الكل بس شاف المقطع راح يفهم يقرأ العدد مكون من حتى 12 خانة. قبل ما نبلش بالطريقة راح نحكي بالأول عن المنازل. فلنفرض انه هذا رقم، اول رقم من اليمين نسميه هو الآحاد، منزلة الآحاد. الرقم الثاني نسميه منزلة العشرات. الرقم الثالث المئات. الرقم الرابع آحاد الألوف. الخامس عشرات الألوف. اللي بعده مئات الألوف وإلى آخره. أول 3 منازل ما بيه مشكلة، مثل الرقم 320، أول رقم 453، أول رقم 610. ما عندنا مشكلة بين. المشكلة صار برقمين بعد 3، يعني 5 منازل، 6 منازل، 7 منازل. كلياتنا نعرف الغطار يتكون من فرقونات، صح؟ راح ارسم 4 فرقونات، ولنفرض انه كل فرقونة بها 3 مقاعد بس. اول فرقونة راح اسميها هي الواحدات. الثاني فرقونة راح اسميها الالوف. الفرقونة الثالثة راح اسميها الملايين. اللي بعدها المليارات. طبعا الفواصل بين الفرقونات هي عبارة عن حرف و. ايه استاذ ما فهمنش. طيب لو قلت لك اول فرقونة طلع بيها 3 ركاب، يعني بهذا الشكل. الراكب الاول هو الرقم 2، الراكب الثاني 3، الراكب الثالث 4. اقرأ لي الرقم هذا 432. لو صار فرقونة الألوف برقم 2، الاثنين هي فرقونة الألوف 2432. لو كان براكب ثاني مثلا 4 راح يصبح العدد 42432. لو براكب ثالث نفرض انه 5 راح يصبح العدد، اقرأ كله مع بعض، 542432. لو انتقلت للفرقونة الثالثة اللي هي فرقونة الملايين، كتبنا الرقم هي 3، راح يصبح العدد 3,542,432. لو براكب ثاني ولنفرض انه 6 راح يصبح العدد هذا. طبعا اقرأ كل فرقون اقرأ اعدادها لحال، 63,542,432. نفرض راكب ثالث 7، اقرأ كل 3 ارقام لحال، راح يصبح العدد 742,432. طيب اذا انتقلت على الفرقونة الرابعة اللي هي المليارات، نفرض انه عندي هنا العدد هو 8، راح يصبح العدد 8,742,542,432. اضف رقم ثاني ولنفرض انه 2، راح يصبح العدد 28,763,000,000. 28,762,542,432. رقم ثالث يا أستاذ وليكن 1.
يصير العدد، يصبح العدد بالشكل 128 مليار و763 مليون و542 ألف و432. أعطيني مثال بدون هاي الرسمة يا أستاذ. نفرض عندي الرقم في الشكل العدد. طيب أنا حتى أكون حفظت هاي الشكل أجزء العدد من اليمين باتجاه اليسار، كل 3 منازل لحال، هذول لحال، هذول لحال، طلع عندي هذول. هنا أي فرقون؟ هاي فرقون 2 3. عدد 98 مليون و765 ألف و312. مثال ثاني يا أستاذ. تمام يا شباب، مرتب في كل 3 منازل لحال. نبلش من اليمين، 3 منازل هاي نسميها وحدات مثل ما حكينا. 3 منازل نسميها ألوف. 3 منازل نسميها ملايين. واللي بعدن مليارات. طبعا بين كل 3 منازل بحرف و. أبلش من اليسار، 10 مليار و987 مليون و642 ألف و365. مثال أخير. نبلش من اليمين، أفرز كل فرقون لحال، 3 منازل 3 منازل 3 منازل. أبلش من هنا، هاي سميناها وحدات، الثانية ألوف، الثالثة ملايين. أصبح الرقم 110 مليون و910 آلاف و297. راح نكتب لكم الواجب، وأتمنى الكل يحلوا ويشاركوا بالتعليقات أو يرسل لي على قناة التليجرام أو على صفحة الواتساب. بس قبل ما أكتب الواجب يا ريت الكل يشترك بالقناة ويشاركها مع أصدقائه. بتمنى من الكل يحل هاي الأمثلة ويكتب لي بالتعليقات أو يبعث لي على الخاص، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا المقطع، وأشوفكم بخير بالمقطع الجاي.